بالله إذا الزمن كان عنده دعسة بنزين فهو دعسها للآخر. العالم ملوا امبارح كنا عم نقول كل عام وانتم بخير، واليوم عم نحضر للعيد الجاي. عن جد ليش هيك عم يصير؟ ليش صرنا نحس إنه الأسبوع بيخلص بغمضة عين؟ تعال نحكي علميا ونفهم ليش هيك. مرحبا من جديد، معكم ورد المعري، وشغلتي كل يوم أعطيك معلومة ببساطة. لما كنا صغار اليوم كان فيه 48 ساعة، نلعب، نوقع، نرجع ننكسر يلتعنا نفضنا، ونرجع نلعب وننام غصبا عنا، ونرجع نفيق نعيدها نعيدها نعيدها. كل شي كنا نعيشه لأول مرة، فالعقل يسجل كل تفصيلة صغيرة، ولهيك كنا نحس اليوم بطيء وكأنه عمر لحاله. أما هلأ نفس الروتين كل يوم، نفس الأماكن، نفس العيون، نفس الوجوه، إذا طلعنا مشوار نفسه. فالعقل بيوقف تسجيل لأنه ما في شيء جديد. بدنا نحكي عن الفكرة الثانية اللي اسمها النسبة والتغيير العقلي. هدي لا تخاف، هيك نحن فتنا علميا شوي بس بسيطة. في شيء اسمه نظرية النسبة. لما كنت بعمر ال10 سنين السنة تساوي 10% من عمرك، بس لما تصير 30 سنة نفس السنة بتساوي 3%، فحسبتها أقصر بكتير. شفت ما أبسطها؟ هاي النظرية شغلتها بس تحسب السنة اللي عم بتعيشها وتفاصيلها على نسبة عمرك، فهيك العقل بيقارن بدون ما تحس، وهيك بتحس الزمان صار بركض شوي مع انه هو نفسه. لا اذا عم تدور على حل وبدك هيك تعيش اللحظة اكتر بشوي، غير روتينك، جرب شغلات جديدة، تعرف على عالم جدد، اعمل شي مو متعود عليه، هيك بتخلي دماغك يصحى ويسجل اللحظة. ولما العقل يسجل بتحس الزمن صار اطول. خاتمة الكلام انه الزمن ما عم يركض، نحن بس ما عم ننتبه. لا تخلي يومك يروح يمين ويسار من دون ما تحس فيه، لأنه الوقت إذا راح صدقني ما بيرجع. عيش حياتك قبل ما تنبلع بالروتين وتتليف. ولهون بكون أعطيتك معلومة ببساطة. السلام عليكم.